فدايما لما تختار عميل هاي تيكت وتعرف تقنعه اوتوماتيكلي كل العملاء بتوعك بعد كده هيبقوا هاي تيكت. في كتاب اكسبرت سيكريتس، ده كتاب للماركتنج، بيتكلم على ازاي انك انت الكلاينت بتاعك لما بيدفع قليل بيبقى مش مقدر اللي انت بتعمله دايما، لانك التايبس اوف كلاينتس اللي عندهم مايند سيت ان انا لما هدفع قيمه قليله فانا عايز بيها كل حاجه. انا اشتريتك بال 10000 جنيه ولا ال 2000 دولار اللي انا دفعتهم دول، اشتريت كل حاجه، اشتريت كل المكتب بتاعك بالموظفين اللي عندك بكل حاجه. لكن البوينت كلها ان لو انت فكرت انا دلوقتي دايما في الكتاب اللي انا كنت بقول لك عليه ده بيقول لك when you pay attention. العميل اللي بيدفع بيركز كويس قوي انت بتديله ايه، و the more you pay the more attention you give. فالعميل هيبقى مركز لما تطلب منه حاجه، هيبقى مركز ان هو يديها لك بشكل مظبوط، فانت مش هيخليك تشتغل وتعمل مجهود على الفاضي، فهيبقى مقدر كل حاجه انت بتعملها، فهيبقى شايف الفاليو والقيمه، وهيبقى تعديلاته اقل، وهيبقى ال الشكوى بتاعته اقل، وهيبقى مقدر وبيرشحك لغيره اللي هم شبهه، اللي هم من الكوميونتي بتاعته. فدايما لما تختار عميل هاي تيكت وتعرف تقنعه اوتوماتيكلي كل العملاء بتوعك بعد كده هيبقوا هاي تيكت. لو ابتديت تختار عميل لو تيكت عشان انت بتقول انا هاخد شويه عملاء كتير لو تيكت وبعدين ربنا هيكرمنا بقى نبقى نروح للهاي تيكت، عمرك ما هتروح للهاي تيكت، لانك انت اصلا زنقت نفسك جوه الكوميونتي اللي ما بتدفعش، المقرفه اللي هتبقى بتضايقك، هتبقى شايفه ان كل حاجه ان تسعيرها بشكل معين. المايند سيت بتاعت دي مختلف عن المايند سيت بتاعت دي، والسيرفيسز اللي دي عايزاها مختلف عن السيرفيسز اللي دي عايزاها. ودايما one high ticket client worth more than 10 low ticket clients. فانت مهم جدا انك من البدايه تبقى بتركز انك انت provide quality not quantity.